الذي يتم تعديله وتقديمه للعالم على أساس أنه نظام معتدل. طبعا تحدثنا عن الاتفاقيات الإبراهيمية وأهمية تلميع أبو محمد الجولاني وتحويله إلى أحمد الشرع. قلت لكم مع بعضها البعض حالة فصائلية لا تتبع إلى أحمد الشرع نهائيا. كل فصيل من الفصائل الموجودة تتبع إلى جهة معينة، والأغلب يتبع إلى المخابرات التركية. إيران كانوا تقريبا داعمينهم بشكل قوي، واللي كان بأي مواجهة مع بشار الأسد كانوا يتدخلوا الإيرانيين ويمنعوا بشار الأسد أنه يفوت على السويداء أو يعتقل أبنائها. وحتى لما قرروا أنه ما بيبعثوا أبنائهم للجيش السوري وقفت إيران معهم. مرة ثانية مساء الخير لكل الأخوة والأخوات اللي دخلوا معنا اللايف، تحياتي لكم كل باسمي ورسمي. البارح شرحت لكم بكل وضوح على مسألة السويداء وأهميتها بالنسبة لإسرائيل، وتحدثنا عن الأخوة الدروس. بدي أرجع أعيد هذا الموضوع الهام للغاية. شوفوا، 3 سنوات وأنا بحكي لكم عن التقسيمات اللي حاصلة في سوريا، وإنه الجنوب السوري يعني إسرائيل حايطة عينها عليه لا مجال، بغض النظر عن التسميات اللي بيسموها كلياتهم، والله ديمقراطية والله فيدرالية والله بطيخ مبسمر، هذا كله زرائع. وشرحت لكم امبارح تماما وقلت لكم أنه الصراع موجود هنا ما بين الشخصيتين موجودة داخل سوريا، اللي هو شخصية أبو محمد الجولاني زعيم تنظيم القاعدة الفرع السوري، وأحمد الشرع الذي يتم تعديله وتقديمه للعالم على أساس أنه نظام معتدل. طبعا تحدثنا عن الاتفاقيات الإبراهيمية وأهمية تلميع أبو محمد الجولاني وتحويله إلى أحمد الشرع. قلت لكم بكل وضوح سيفشلون بهذا، سيفشلون، لأنه أبو محمد الجولاني أقوى بكثير من أحمد الشرع، من شخصية أحمد الشرع هنا. امبارح قلت لكم راح يحاول أبو محمد الجولاني التغلب على أحمد الشرع، وشايفين أنتم اليوم حتى وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت على لسان الساسة الإسرائيليين بأنه إحنا مستغربين، هل أحمد الشرع بيسيطر على كل الكتائب اللي موجودة في سوريا أو ما يسمى بالجيش السوري؟ وأنا بجاوب الساسة الإسرائيليين لا يسيطر أحمد الشرع على الكتائب الموجودة داخل سوريا أبدا، ولا في شيء اسمه جيش سوري بالأساس. هي حالة فصائلية تم خياطتها مع بعضها البعض، حالة فصائلية لا تتبع إلى أحمد الشرع نهائيا. كل فصيل من الفصائل الموجودة تتبع إلى جهة معينة، والأغلب يتبع إلى المخابرات التركية. اليوم اللي حصل، وأنا قلت لكم امبارح، من مصلحة الإتراك إفشال المحادثات التي بتحصل ما بين أحمد الشرع وإسرائيل، ولكن لا يستطيعون أن يخرجوا على الإعلام ويبينوا للعالم بأنهم ضد المباحثات الإسرائيلية السورية أو اتفاقية السلام أو الاتفاقيات الإبراهيمية التي يتم التخطيط لها. فلذلك سيعمل الأتراك جاهدين لإفشال العملية السلمية، إلا في حالة واحدة: لو استطاع أحمد الشرع السيطرة على جغرافية سوريا كلياتها، أحمد الشرع هنا وليس أبو محمد الجولاني، على جغرافية سوريا كلياتها، وقع اتفاقية سلام من دون شروط مسبقة لإسرائيل متعلقة بالأتراك في سوريا، نعم رح يوافقوا بالحالة هاي، لأن ما بيهم الأتراك. يهم الأتراك تسيطر على سوريا اللي موجودة وتبني فيها قواعد. طبعا شرحنا لكم مطولا الصراع الموجود ما بين المشروع داود ومشروع الطوراني التركي، أو ما يسمونه مشروع الأمة، أو
المشروع الحقيقي اللي هو المشروع الملي، وهذا شرحناه مطولا. أرجع بأكد لكم أنه الإسرائيليين ما بيهمهم الدروز كدروس، هم بيهمهم مصالحهم. الدروز في السويداء كانوا بالأساس على علاقات قوية جدا مع إيران، لأنه بيعتبروا أحد الأذرع الإيرانية، وبالأساس هم محسوبين على الشيعة الدروز الموحدين حقيقة. وكانوا بفترة النظام لما اختلفوا مع نظام بشار الأسد، كانت إيران هي اللي بتمنع بشار الأسد أنه يتصرف أي تصرف أحمق بالنسبة للسويداء، وكانوا تلعب دور إسرائيل إيران في سوريا وقتها. طبعا في 100,000 150,000 ما بين هاي الأرقام أيضا موجودين من الأخوة الدروز في إسرائيل، ومعروف أنهم منخرطين في الجيش الإسرائيلي، جيش الدفاع والموساد وكل الدوائر الحكومية الإسرائيلية بشكل كبير جدا، يمكن حتى أكثر من اليهود. بتلاقيهم هم المدافعين عن دولة إسرائيل أكثر من اليهود نفسهم. وشفنا نحن يعني حتى اللي بيقود أغلب العمليات اللي كانت تحصل في الضفة الغربية أو غزة أو في قطاع غزة أغلبيتهم كانوا من الدروز. وهذا الأمر أنا بحكي من الناحية السياسية، ولا أتحدث هنا من الناحية العاطفية أو من بناحية سوء بالنسبة للأخوة الدروز أبدا. هاي الحقيقة يعني المطلقة السياسية. فلذلك أخواننا الدروز مثل ما قلت لكم اللي بتشوفوهم حاليا واللي موجودين هم ضمن الأراضي الإسرائيلية، بتشوفوا مدافع عن إسرائيل أكثر من اليهود نفسهم. وهون أنا ما بعيب عليهم هذا الشيء، هذا أمر يخصهم هم. لكن الدروز اللي كانوا موجودين في سوريا لفترة قبل سقوط بشار الأسد هم كانوا أكثر علاقات مع إيران، وإيران كانوا تقريبا داعمينهم بشكل قوي. واللي كان بأي مواجهة مع بشار الأسد كانوا يتدخلوا الإيرانيين ويمنعوا بشار الأسد أنه يفوت على السويداء أو يعتقل أبنائها. وحتى لما قرروا أنه ما بيبعثوا أبنائهم للجيش السوري وقفت إيران معهم، وهذا حقيقة ما بننكرها. إذا هنا احنا بنعرف أنه إسرائيل بدأت بحرب الأذرع الشيعية كلياتها، يعني حاربت حزب الله وحاربت الحوثي وحاربت الأذرع الشيعية اللي موجودة في سوريا، والآن يعني راح تحارب الأذرع الشيعية اللي موجودة أيضا في إيران. لكن الدروز كان لهم وضع مختلف تماما، يعني ما نقدر نقول إنه هم ذراع مسلح لإيران، لا ما كان هذا الشيء الكبير يعني. وبالنهاية الدروز نقدر نقول كانوا يمشوا مصالحهم ضمن سوريا يعني، فتمسكوا بالإيرانيين نوعا ما، لكن عقائديا ودينيا هم أقرب إلى الشيعة الاثنى عشرية من السنة يعني حقيقة. هاي إسرائيل ما يهمها هي مصالحها طبعا. وأنا امبارح يعني في ناس كتير طلعت وسألتني سؤال إنه هل إسرائيل رح تتخلى عن السويداء والدروز مقابل إنه توقع مع أحمد الشرع، مصلحتها مع أحمد الشرع. قلت لكم لا، إسرائيل متأكدة تماما بأنه لا يستطيع أبو محمد الجولاني التحول إلى أحمد الشرع، وهذا أمر صعب جدا. والحركات الإسلامية الإرهابية اللي موجودة إذا وصلت إلى تخوم أو حدود إسرائيل راح تكون كارثة بالنسبة لإسرائيل. وحقيقة هم أخطر من حركة حماس نفسها مشان تعرفوا، لأنه حركة حماس كانت في مربع ضيق وكانت محاصرة من كل الجوانب، وكانت تعتمد على بعض الأنفاق اللي كانت موجودة ما بينها وما بين مصر. فما بالك الآن بحدود أوسع ومفتوحة من البر ومن البحر لإسرائيل. فلا يمكن أنه إسرائيل تسمح لأحمد الشرع أو محمد الجولاني الوصول إلى تخوم أو حدود إسرائيل أبدا، من السبع المستحيلات هاي. وليسوا أغبياء أن يفعلوها الإسرائيليين أبدا. لذلك سيقوم الإسرائيليين بدعم الدروز الموجودين في السويداء لمصالحهم، وجعل المنطقة منزوعة السلاح ومنطقة آمنة حتى لو تخلوا عن محادثات السلام مع أحمد الشرع. وصل الإسرائيليين الآن إلى قناعة بأنه ما يحاك بالنسبة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، لأنه بتحويل أحمد الشرع عميل مباشر لهم وإعادة تلميع وتقديمه للعالم بصورة الجرافيتا والقميص،
لا يمكن، ما بيلبق له هذا ما بيلبق له إلا القلابية الأفغانية. والإسرائيليين أدركوا هذا الأمر بأنه سيحقق المصالح الأمريكان، نعم، وسيحقق بعض مصالح الإنجليز والفرنسيين، لكن لا يحقق مصالح الإسرائيليين. وتحدثت امبارح أيضا بشكل واضح أنه ليس بالضرورة كل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية تتطابق مع مصالح الإسرائيليين في كثير من الأمور، ويمكن شفتوها عاندوا بعض كثير بأمور، وبالنهاية فعلت إسرائيل ما تريد. يعني مثل ضربات إيران ما كانت بموافقة الأمريكان، ولا الأمريكان بدهم ضرب إيران، ولفترات طويلة جدا ماطلوا الأمريكان، لكن فعلها نتنياهو مثل ما بيقول بالقوة. قطاع غزة نفس الشيء، لم يكن من صالح بايدن بالفترة الانتخابية أنه يطول الحرب في قطاع غزة لفترة طويلة جدا. حاول بايدن المستحيل يوقف حرب غزة ولم يستطع إيقافها، وهي كانت تضارب المصالح ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هنا، لكن الإسرائيليين مشوا بمصالحهم. الآن مصالح الإسرائيليين والأمريكان أيضا في سوريا هنا تتقاطع. الأمريكان بطلب من السعودية والتريليونات الدولارات اللي دفعت تحاول أنه تقبل أحمد الشرع بالرغم من ماضيه الأسود القاتم خلال السنوات اللي فاتت بشكل كبير جدا، وهاي السابقة تاريخية لم تحصل أبدا أنه زعيم تنظيم إرهابي عالمي على هذا المستوى والقيادة اللي موجودة في عنده كانت أكبر عدوة للغرب. إذا أنتم بتقروا كتب هؤلاء القيادات اللي موجودة، على فكرة كلهم مؤلفين كتب جهادية، واللي يقرأ كتبهم كل كتبهم هي معاداة للغرب ومعاداة للأديان الأخرى، وعلى رأسهم الدين المسيحي. ويتم محاولة إعادة تدويره وتحويله إلى أحمد الشرع وتقديمه للعالم على أساس الرجل اللي قادر أن يقود المرحلة بالنسبة لهم في سوريا ويطبق مخططاتهم. الإسرائيليين وصلوا إلى القناعة هذا فشل، فلذلك راح نشوف الآن التراجع بالنسبة لأحمد الشرع بالنسبة للدول العالمية. وشفنا نحن امبارح تصريحات باراك كانت واضحة، هناك 5 شروط أساسية لرفع العقوبات عن أحمد الشرع. يعني ما رفعوا العقوبات، واحد منها توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية. طبعا هنا أفشلوها هنا الإسرائيليين، فهنا أفشلوها الإسرائيليين. اللي وقع امبارح بالفخ هو أحمد الشرع، اللي استدرجوا أبو محمد الجولاني إلى داخل السويداء الإسرائيليين لحتى يبينوا للعالم كلياته إنه نحن ما بنقدر نعمل سلام مع هذا أبو محمد الجولاني، لأنه كان يدرك الإسرائيليين تماما إنه بده تصير انتهاكات، لأنه أحمد الشرع لا يسيطر على الكتائب. أحمد الشرع لا يسيطر على الكتائب. طبعا هنا اتفاقية السلام تركيا بالأساس أيضا ضدها ويعلم الإسرائيليين، فقامت تركيا أيضا بتحريك الكتائب اللي موجودة عندها. شفتوا أنتوا امبارح قوات الهيئة ما دخلت تابعة لأحمد الشرع، اللي راح هؤلاء الكتائب اللي بعثتهم تركيا والمخابرات التركية الميت التركي إنه يروحوا على السويداء ويعملوا كل الحركة اللي حصلت. فكانت الحركة من أبو محمد الجولاني وليس أحمد الشرع. تدارك أحمد الشرع الموضوع، إنه حاول إنه يتدارك الموضوع، وطلع هدأ الناطق الرسمي باسم وزير وزارة الداخلية، وإنه الوضع إنه الهيئة ونحن رايحين بدنا نوقف القتال ما بين العشائر وهؤلاء. هذا لسان أحمد الشرع، لكن لسان أبو محمد الجولاني مختلف. وأنا طرحت لكم قبل عدة أيام مفهوم الفرق ما بين أبو محمد الجولاني وأحمد الشرع، وهل يستطيع أبو محمد الجولاني التحول إلى أحمد الشرع، والصراع ما بين أحمد الشرع وأبو محمد الجولاني. انتصر اليوم أبو محمد الجولاني فعلا على أحمد الشرع، انتصر اليوم. وشفتوا أنتوا الفظاعة اللي صارت في جيش عاقل بالعالم بيدخل على منطقة وبيصير يحلق شوارب الناس ويهين الناس ويغتصب نساء وسرقة وكذا. هؤلاء الكتائب
لا تتبع لأحمد الشرع. هؤلاء الكتاب تتبع لأبو محمد الجولاني اللي هو مرتبط بالأتراك ومرتبط بتنظيم القاعدة والحركات الراديكالية وغيرها، وأحمد الشرع اللي هو مرتبط مع البريطانيين ومرتبط مع الأمريكان ومع الفرنسيين، ويحاول قدر المستطاع تهدئة الأوضاع في سوريا ويصل إلى حلول بحيث أنه يبقى هو على الحكم ويمرق المشاريع الغربية في سوريا بشكل كامل. طبعا الشيء اللي بيحصل وبيصفق له بني سمية الأغبياء والحمير اللي موجودين بكل المنصات وهاي، هذا يؤدي إلى تقسيم سوريا. راجعوا الدول اللي استقلت أو انقسمت خلال الفترة الأخيرة، وما بنرجع كتير لورا. عندنا 3 نماذج: نموذج في كوسوفو، ونموذج في جنوب السودان، ولدينا نموذج أيضا في تيمور الشرقية. أحد الجزر الأندونيسية كانت في عام 1976 كانت هي مستعمرة برتغالية. دخل الجيش الأندونيسي إلى تلك الجزيرة. بعدها حصلت ثورة ضد الأندونيسيين اللي دخلوها. كانت بريطانيا والبرتغال والفرنسا تدعم أندونيسيا، وبدها أندونيسيا تأخذ الجزيرة وتصير الجزيرة تحت الحكم الأندونيسي. لكن قامت ثورة اللي حركتها البرتغال من تحت أيضا، وانشقت عن فرنسا وأمريكا وبريطانيا، وقامت البرتغال بدعم تلك الحركة كبداية فقط. فقام الجيش الأندونيسي بعمل جرائم راح ضحيتها ما يقارب 100,000، 86 إلى 100,000. اضطرت الدول بأنه تجبر أندونيسيا بسحب جيشها منها، وحصل فيها استفتاء وطالبت بالاستقلال، وتم الاعتراف بتيمور الشرقية من الدول العالمية كلياتها، وهي آخر دولة. وعلى أساس كانوا يقولون هذه الحدود هي الرسمات بريطانية قديمة جدا لا يمكن المساس بها، وهي جزيرة أندونيسية وستبقى أندونيسية إلى الأبد. وهذا الكلام صار بالوراء. طبعا نفس الشيء حصل في جنوب السودان ما بين حكومة البشير وجورج غارنك، وقام الجيش السوداني بفظائع في جنوب السودان أيضا عندما حصلت ثورة في جنوب السودان. وكان كل العالم بيدعم حكومة البشير، حتى الدول العربية اللي ما كان بدهم انقسام السودان، فضخت دول الخليج مليارات الدولارات وحاولت تساعد البشير بأي شكل من الأشكال. لكن الفظائع اللي قام بها الجيش السوداني ضد الزنوج المسيحيين اللي كانوا موجودين وقتل الآلاف منهم أدى إلى إيش؟ إلى دعم عالمي لإنشاء حكم ذاتي في جنوب السودان اللي تطور مع الوقت. وأيضا انقسم جنوب السودان من السودان. لدينا أيضا جمهورية كوسوفو اللي بالبداية العالم كله كان مع ضم جمهورية كوسوفو للسودان، وعملت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بنفس الطريقة هاي، أنه تحاول تخلي جمهورية صربيا أنه تصير حليفة إلها من بدل روسيا، فدعمت الحكومة الصربية ضد كوسوفو إلى أن حصل جرائم كبيرة جدا، فاضطرت الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو وقتها بالتدخل، وأعلنت جمهورية كوسوفو بعد المجازر الصربية اللي حصلت فيها، وأعلنت الاستقلال. هذا تماما يطبق على سوريا الآن. يقوم به الآن محمد الجولاني هو تقسيم سوريا، الهجوم على الأقليات والجرائم، الإبادة الجماعية والجرائم الطائفية، واللي ما بيحصل في هذا كله هذا سيؤدي إلى تقسيم سوريا. ومن دون كل هاي الشيء اللي بيصير على الأرض لن تنقسم سوريا. تحتاج إسرائيل إلى ذريعة لا تدخل إلى الجنوب السوري، يقدم لهم أبو محمد الجولاني الذريعة على طبق من ذهب. اليوم الدروز مشايخ الدروز يخرجون ويقولون بكل وضوح إن من نحصل على فيدرالية مستقلة تماما بصلاحيات عالية جدا عند دمشق سوف ننضم إلى إسرائيل. سنعمل استفتاء في السويداء وننضم إلى إسرائيل. طبعا
في حال لم يسيطر أحمد الشرع على السويداء الآن وسقط واستطاعوا أهل السويداء الصمود ودعمهم إسرائيل، هذا يعني تقسيم سوريا. لن يستطيع أحمد الشرع بعد الآن فرض سيطرة على أي مكان، ستقف كل الدول العالمية ضده وقته، وكرس انقسام سوريا، وهذا ما يسعى إليه، وهذا الهدف اللي جاء من أجله حقيقة. تقسيم سوريا قادم لا محالة، أم هجم على شرق الفرات ولا هجم على السويداء. الشيء الوحيد اللي راح يحافظ على وحدة سوريا هو زج كل هؤلاء الطائفيين والمجرمين في السجون حقيقة، ولا يستطيع، لأنه الأمور خارج عن إرادته. كل الكتاب هاي راح تتحرك بكرة ضد شرق الفرات أيضا من دون إرادته هو، فهذا أمر صعب جدا. فنحن في سوريا ذاهبين إلى التقسيم لا محالة، ذاهبين في سوريا إلى التقسيم لا محالة، وحروب أهلية لن تنتهي حقيقة. والقوي هو اللي راح يفرض نفسه على الأرض. الحالة الموجودة في سوريا لا يمكن أن تنحل إلا بحروب، لأنه الوضع السياسي والعقلية الشعب السوري الموجودة حاليا بالعقلية اللي هو فيه لا يمكن أي طرف أن يتقبل للآخر. وأنتم شايفين الخطاب الكراهية والطائفي والخطاب الديني اللي منتشر ما بين السوريين بشكل كبير، واللي بتشوفوا التعليقات وكذا، والدعوة لقتل كل الأقليات، ودعوة لقتل الشعوب، ودعوة للتنكيل بهم والاغتصاب والذبح وغيره وغيره كلياتها. هذا لا يمكن علاجه في سوريا إلا عن طريق حرب كبيرة جدا، اللي هي راح تعمل الخرائط في سوريا وتنهي هذا الموضوع. أما عن طريق مفاوضات وسلام واتفاق، أعتقد أنه مستحيل يحصل في سوريا، ولا يمكن أن يكون في تقبل. والشرخ الكبير اللي حصل ما بين مكونات الشعب السوري شرخ كبير جدا. فلذلك الأمر لن ينحل إلا بحروب. عم تشوفوها شعب يعيش ما قبل 1400 عام بتفكيره وبطائفيته، هنا أمر صعب جدا. وكثير من هاي الدول اللي كانت نفس المفاهيم هاي موجودة عندها، وقلنا لكم صربيا كان المفهوم القومية العرق السلافي اللي بسببه كان يلغي كل القوميات اللي موجودة سابقا، فأدى إلى انقسام يوغوسلافيا إلى دول عديدة، كان آخرها كوسوف. فالتعصب الأيديولوجي سواء كان قومي أو ديني هذا سيقسم الشعوب لا محالة. عدم تقبل الآخر، إنهم كانوا أساسا كله كان عايش مع بعض وما في مشاكل قبل، حتى إحنا خلينا نقول قبل حزب البعث ما كانوا كل هؤلاء موجودين في سوريا. قبل حزب البعث ما كان كله متعايش وما حدا عنده مشكلة مع الآخر أبدا. بأقل تقدير خلينا نقول قبل حزب البعث، مشان ما حدا يتهمنا والله فلول النظام، لأنه التهمة دائما جايزة، فلول النظام ولا قومي ولا ما بعرف ايش من هالكلام هذا. قبل مجيء حزب البعث كل الناس كانت متعايشة. طيب قبل 1400 سنة ألم يكن لدينا مسيحيين في سوريا مثلا؟ ألم يكن لدينا كل أغلب الناس اللي موجودة حاليا على الأرض السورية؟ هل كان بين هؤلاء صراعات وحروب؟ أبدا لا. هاي المفاهيم دخلت الآن، مفاهيم دخيلة. الإيرانيين جاءوا بالفكر الشيعي، والسنة جاءونا بفكر ابن تيمية وتنظيم القاعدة اللي موجود حاليا على أرض سوريا. قبل ما كانت موجودة هاي المفاهيم أبدا. وهنا الصراع ما بين الأطراف والدول الإقليمية اللي لقت لنفسها ذريعة فيها، هذا لا يمكن حله أبدا. والمنطقة ذاهبة في سوريا إلى حرب لا محالة. وطبعا هلا كل واحد راح يقول من الطرف آخر أنا لها ونحن لها ونحن جاهزين. إذا سألت السني العربي الآن أنه في حرب، يقول لك أساسا إحنا بدنا نحارب شرق الفرات ونقضي على قسد وهؤلاء الخنازير والملاحدة والكفار والمجرمين
وهذول الإرهابيين كذا، هو يتحدث بهذه الطريقة. وإذا سألته عن العلويين بيقول لك هؤلاء فلول النظام وهؤلاء شيعة وكفروا وعلويين ويجب قتلهم ودوس على رأسهم وحتى لا تقوم لهم قائمة مرة ثانية في سوريا. تسألوا عن الدروز بيقول لك بدنا ندعس الدروز كلياتهم ونحلق شواربهم ونغتصب نسائهم ونسرقهم وما نخلي منهم أحد نهائيا. شوف المصيبة اللي احنا عايشينها. طيب المسيحيين هؤلاء نصارى، لن يرضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، فيجب القضاء عليهم، ويا أما يدفعون الجزية ويا أما يدخلون الإسلام، ولا مكان لهم في سوريا وبلاد الشام. طيب يا ابن 600 قنطرة، ما هذول أصل الشام. ترى باب توما على اسم قديس، وباب سريج على اسم قديس، وأبواب دمشق كلياتها كانت على اسماء الحوريين. يا ابن الصرماية مشان تعرف. وطول عمرهم عايشين بين المسلمين، ما في بيناتهم مشكلة نهائيا كان. وحتى بالدولة الإسلام ما كانوا يطالبوهم حتى بجزية، حتى الدولة العثمانية ما كانوا يدفعوا جزية أبدا، كأقل تقدير يعني السنوات الأولى للدولة العثمانية ما كان في هذا الشيء نهائيا. ودمشق معروفة هي مدينة المسيحيين بالعالم كلياته بالتاريخ. إذا عدت التاريخ شوف الشام وشوف الكنائس اللي موجودة فيها القديمة. حتى الجامع الأموي كان كنيسة على فكرة، مشان تعرفوا الجامع الأموي نفسه كان كنيسة على أنقاض كنيسة. أعتقد أن عبد الملك بن مروان بنى الجامع الأموي. انتوا ضباع الصحراء اللي جايين من أقاصي الصحاري، ما هي بلدكم كانت ها، وهي حقيقة. الشرخ اللي موجود في داخل سوريا الآن، الشرخ الموجود الآن في داخل سوريا لا يمكن أن ينتهي إلا بدماء تسيل كتير. وعندما يختلف السياسيين على طاولة المفاوضات ولا يستطيعون الوصول إلى حلول، يتوجهون إلى ساحات المعارك، وهذا أمر معروف، وهذا أمر معروف في العالم كلياته. فلا بد من حروب، ولا بد من مجازر، ولا بد من انتهاكات حتى تبنى الحدود بيناتهم. وإحنا اللي رايحين فيه لسوريا إلى حروب حقيقة. فجهزوا حالكم يا الشعب السوري كلياته. وأنا هنا ما عم أروج للحروب مشان تفهموا، أنا هنا أقدم مادة تحليل فكري، وبقول لكم شو اللي عم بيصير وشو بده يصير في المستقبل مشان تعرفوا فقط. أنا لست داعي للحرب ولا أروج لها، وأكره شيء اسمه حروب أساسا، وأدعو للسلام، وأدعو لأخوة البشرية كلياتها، وأدعو إلى أن تنحل كل الأمور بطريقة سلمية وكل الناس تأخذ حقوقها. لكن اللي أنا شايفه في سوريا أنه هذا الوضع اللي موجود فيه حاليا كتحليل مجرد من العاطفة ومن الأمور الشخصية فيها، أن سوريا ذاهبة إلى حرب لا محالة. والحروب هاي سوف ترسم الخرائط اللي موجودة في سوريا وتكرسها. وحتى مشان أكون واضح معكم، ليس فقط في سوريا، في منطقة الشرق الأوسط كلياتها، في تركيا ذاهبة إلى حروب لا محالة. وشفتوا أنتم حزب العمال الكردستاني 40 سنة حارب الحكومة التركية وما في حل نهائيا. آخر شيء يدعون بأنهم سوف يجلسون إلى طاولة المفاوضات ويحل الأمور بيناتهم سياسيا، وأنا أشك في هذا الكلام أيضا، لأن العقلية الشوفينية اللي موجودة في عقول الأتراك مستحيل أن يتخلوا فيها إلا عن طريق حرب كبيرة جدا أيضا، ويتم تقسيم تركيا على أساسها. العراق نوعا ما أيضا لا يمكن إلا حدوث حرب كبيرة جدا ما بين السنة والشيعة حتى تهدأ المنطقة كلياتها، وكل واحد يأخذ مناطقه حسب قوته، حسب قوته فعلا، واللي هي اللي راح ترسم
الخرائط الجديدة للمنطقة كلها، فخرائط الشرق الأوسط الجديدة لن تحل إلا بالدماء، لن ترسم إلا بالدماء، وهي حقيقة. فالكل يهيئ نفسه، والكل عم بيهيئ لتلك الحروب. اللي ما راح يتسلح ويتخلى عن سلاحه راح يكون هو الخسران. شفنا في الساحل كارثة اللي حصلت. لو تخلى الدروز عن سلاحهم أيضا لا أبادوا عن بكرة أبيهم. والآن إذا ما رجعوا تسلحوا ونظموا نفسهم بشكل جيد وقضوا على الخونة اللي موجود بهم. على فكرة السويداء دخلوا لها عن طريق الخيانة. لولا الخيانة الموجودة لبعض وجهاء اللي موجودين في السويداء ما كان أبو محمد الجولاني استطاع أن يدخل شبر واحد على السويداء. فحالة الانقسام اللي موجودة ما بين داخل الأقليات هي كارثة بالنسبة لهم، وهذا يؤدي إلى هلاكها. وهنا أنا ما بأيد حدا، أنا لا بأيد الدروز ولا بأيد العلويين ولا بأيد حدا نهائيا. أنا لدي قضيتي أنا الكردية اللي هي بتمسني بالدرجة الأولى، لكن إنسانيا نتعاطف مع البقية، لأنه نحن كلياتنا ذاهبين إلى تقسيم لا محالة. يعني ما حدا رح يعيش مع حدا، أنا بقول لكم إياه الصراحة. لا يمكن إنه العلوي يستطيع إنه يعيش مع هؤلاء الأوباش، ولا الدرزي يستطيع أن يعيش معهم. لكن المسيحي هو وضعه أصعب وضع بصراحة، أصعب وضع هو الوضع المسيحي، لأنه ما كان عنده مطالب من فجر التاريخ. لو كان عنده مطالب سياسية من الأساس ما كان دمشق اللي بنشوفها الشام نحن، واللي هي أساسا كانت مدينة مسيحية، ما تحولت الآن وأصبحوا فيها المسيحية هم الأقلية. فهم دائما الخلية الأضعف، لأنه أساسا الأخوة المسيحيين ما عندهم مطالب سياسية ولا عندهم طموحات بحياتهم، وهذا أمر كارثة يعني. وهنا أنا بقصد فيها مسيحية الداخل اللي موجودين في حمص ولا في الشام. طبعا راح يطلع واحد أبو راس مربع وراح يقول لك مو المسيحيين نحن أخواننا ونحن بنقدر نتفاهم معهم وهم مع قضيتنا. لا أخوي، المسيحيين هم خانعين لكم، ما هم أخوانكم ولا أي شيء، بس هم خانعين لكم، وليست لديهم إرادة ولا لديهم مطالب بالأساس ولا لديهم طموحات. هم بس يحبوا يأكلوا ويناموا ويشتغلوا ويعيشوا بس، وهذا حقيقة. وهنا أنا ما عم بتعدى على المسيحيين أبدا، أنا بالعكس، لكن هاي الحقيقة الموجودة. فلذلك أنت بتطلع وبتقول لك هدول أخواننا. أنت إذا بيطلع بيدك أول مرة رح تذبح المسيحيين، وشفناكم رح تطلب منهم يا قطع الرقبة يا يسلم يا يدفع الجزية. هون ما حدا بيساعد حدا، بقولها بصراحة، ما حدا بيقدر يساعد حدا بالأساس إذا ما ساعدت نفسك أنت. شوف لو الدروز اليوم مو مقاومين ومو مدافعين عن نفسهم وما انهم متكتلين وراء الشيخ الهجري اليوم، حتى إسرائيل ما كانت دعمتهم، حتى إسرائيل ما كانت دعمتهم. لو هؤلاء الخونة اللي موجودين في السويداء نجحوا مع أبو محمد الجولاني واستولوا على السويداء ما كان حدا ساعدهم، أنا بقول لكم إياها الصراحة. والكرد نفس الشيء، الكرد هون نفس الشيء. إذا في بيناتنا خونة وفي بيناتنا ناس بتبيع القضية لمكاسب شخصية، مثل ما بيحصل بعفرين الآن، المجموعة من الكرد اللي عم تعمل الآن جيش وتجند الناس والشباب الكرد $150 لحتى ينضموا للهيئة، ويقولوا بكرة الهيئة إذا صارت مفاوضات، طبعا ما رح تصير مفاوضات، ما رح تنجح أي مفاوضات، إنه عفرين متابعة لكم. هالشباب الكرد اللي موجود فيها كلها تابعين إلنا. هاي عندنا 5000 6000 7000 8000 10000 بالهيئة، واللي هم محافظين على منطقة عفرين، ونحن عم ندفع لهم رواتبهم وندفع لهم كل شيء. وهذا بيعمل فيه بعض الأطراف الكردية، والآن بدأوا العمل عليه في عفرين، وهي مؤامرة على الشعب الكردي، مو بس على شعب عفرين، لا، على كردستان الكبرى كلها. اليوم حسب المعلومات الواردة صار لها كم يوم بيشتغلوا على هذا الموضوع،
تم تسليم مسعود محمد صالح البطل مسؤول منطقة عفرين، تم تسليمه هذا الملف وبدأ يشتغل عليه الآن بتجنيد شباب الكرد في عفرين وإنشاء جيش للهيئة لحتى يدير هو مناطق عفرين كلياتها ويكون تابع لمحافظة حلب، ما بيكون تابع للإدارة الذاتية، وبيحرجوا الإدارة الذاتية كلياتها ويقول لك إنه هدول هم أهل عفرين وهم تابعين للهيئة، وأهل عفرين ما بدهم ينضموا لا للإدارة الذاتية ولا لكردستان ولا لأي شيء، وهدول تابعين لمحافظة حلب. طبعا هذا خريج الكلية الحربية مسعود البطل، وهو معروف بأنه تابع للمخابرات التركية ومسؤول سابق بتنسيقيات الثورة السورية في محافظة الحسكة، كان حاصل على شهادة من كلية التربية في الأدب التركي، مسؤول مكتب العلاقات في حكومة الإنقاذ تبعت جولاني في إدلب، كان إداري في جهاز الأمن العام من عام 2015 حتى عام 2017، شغل منصب معاون إدارة منطقة سرمدة في عام 2022 يعني 2022 حتى تحرير المنطقة، عضو في اللجنة المكلفة بالتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية بتكليف مباشر من السيد أحمد الشرع، يعني هذا مفاوض لقوات سوريا الديمقراطية، والآن يقوم ببناء جيش داخل عفرين من أبناء عفرين، ببناء جيش من أبناء عفرين نفسها براتب $150 للشخص الواحد والانضمام إلى الهيئة ليكون بديل عن الإدارة الذاتية قوات سوريا الديمقراطية، وبديل أيضا عن الجيش اللاوطني اللي تابع لتركيا، ويكون تابع للهيئة بشكل مباشر. وهي أكبر مؤامرة تقام الآن على أهل عفرين. اسمه مسعود محمد صالح البطل، مسعود محمد صالح البطل، مسؤول منطقة عفرين، تاريخ الميلاد عام 1991، مكان الولادة في مدينة القامشلي.